سؤال يا اخوانا بيجي لي كتير من الشباب والبنات بيقولوا فيه هو ربنا هيحاسبنا على المشاعر والاحاسيس اللي جوانا حتى لو احنا ما عملناهاش. يعني ساعات احيانا الشباب والبنات بيبقوا قاعدين مع بعضهم، وانا برضو كلنا ذلك الرجل، بنبقى قاعدين بتبقى في مشاعر داخلنا كده، سواء بالحسنات او بالسيئات، او سواء مثلا بيبقى عايز تشتم واحد او تلعن واحد، وتلاقي وساوس الشيطان جواك عماله تشتم وتلعن وتسب. طيب النيه والوساوس اللي جوايا دي اللي هي مش خير خالص، يعني اللي هو لو ربنا حاسبنا عليها هنبقى نمبر 1 في جهنم. هل ربنا يحاسبنا عليها؟ تعرف ان في اخر سوره البقره ربنا ذكر الحاجه دي، قال لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. لما الصحابه سمعوا الايه دي شق ذلك عليهم وراحوا للنبي بيجروا، قالوا يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق، يعني خلاص صلاه صيام زكاه حج عمره، وكمان ربنا هيحاسبنا على الكلام النفسي اللي جوانا اللي احنا ما طلعناهوش بره في الخارج يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب واحمر وجهه وقال أتقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله عز وجل. بص لما بتسمع كلام ربنا بيخفف عليك إزاي. والله العظيم يا أخوانا في قاعدة أصولية بتقول إيه؟ المشقة تجلب التيسير. يعني كل لما الحاجة بتشتد تشتد 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 البلاء بيزيد، تلاقي ربنا بعد كده بيجيب لك إيه؟ اليسر بعديها. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني رأى الاستسلام الكامل لأوامره من الصحابة، ايه اللي حصل؟ نزل قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى أن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ربنا مش هيكلفك حاجة أنت مش قدها خالص. ومن هنا بقى تعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. طالما ان انت ما قلتش الكلام بره والناس سمعته منك وبقى صوت مسموع او فعل ملموس على ارض الواقع، ربنا ما يحاسبكش عليه. يحاسبك لما تتكلم الناس تسمعه او تشوف فعل منك. بس خد بالك ما تنساش برضو انما الاعمال بالنيات، وتذكر قول الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فانت اصلا كلك لله وكلك الى الله وكلك اليه راجع. بس كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.